السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض الافطار بتاع اليوم النهاردة. الوجبة المفضلة لقلبي. نعمل كبسة السعودي. بس قبل ما نبدأ الفيديو برحب طبعا بكل المشتركين معايا في القناة، والمشتركين الجداد اهلا وسهلا بكم. ولو اول مرة تشوفيني اتشرف بوجودك معايا، وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان توصلي كل الفيديوهات. ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عشان هحتاج للكبسة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده نص كيلو لحمة، طبعا الكمية على حسب ما انت عايزة. نص كيلو لحمة وبصل وفلفل، ونص كيلو رز بسمتي، وطماطم مقطعة، وصلصة طماطم. اول حاجة بقى هنا في الحلة بتاعتي حطيتها على النار وحطيت فيها سمنة وشوية زيت. لو حابين زيت بس مفيش مشكلة، بس انا بحب السمنة بتدي طعم يعني احلى. وهنزل باللحمة بتاعتي كده اديها تشويحة كده في السمنة الاول زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط التوابل الكبسة بتاعتي، اللي هي الليمون الناشف والحبهان ورق اللورة والكركم والقرفة. كل توابل الكبسة طبعا عارفينها. هقلبها كده في قلبيها، لما بتاخد تحميصة كده في الزيت بتدي النكهة بتاعتها احلى. بعد كده بعد ما قلبتهم بحط البصل اللي انا مقطعاه، وكمان فلفل رومي معاها مقطعاه، ولو عايزين حامي برضو بيدي طعم حلو. بعد كده هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها صغيرة. كل ده كله على النار بديله تقليبة كده في السريع. وبعد كده بنزل بالصلصة، معلقتين صلصة كده او كيس صلصة زي ما انتم شايفين كده الصغنن ده. وهقلب كله على النار، وبعد كده هزود مية سخنة واسيب اللحمة لغاية ما تستوي او تخش في السوا يعني. بعد كده خلاص اهي اللحمة بتاعتي دخلت في السوا. بجيب بقى الرز بتاعي اللي هو الرز البسمتي اللي كنت غسلاه ونقعاه شوية في المية، وانزل كده بيه على طول على الخلطة بتاعتي. اظبط بقى كده واشوف المية بتاعته. طبعا انتوا عارفين الرز البسمتي بياخد مية زيادة، فهظبط له المية كده. كده كله تمام. وهظبط الملح بتاعه واسيبه بقى على النار لغاية ما يستوي. هنا بقى خلاص كان المية بتاعته اتشربت. هنقله بقى على عين تانية واوطي عليه النار خالص واسيبه لغاية ما يتشرب. بس كده استوى خلاص تمام. هنعمل بقى جنبيه سلطة بابا غنوج. حطيت البتنجان يتشوي على البوتاجاز اهو، ما بياخدش وقت خالص يعني عشان تبقى الوجبة متكاملة. بس خلاص كده وطلعته وهرسه بقى وهحط عليه الطحينة والليمون وشوية توم، وهيبقى عندي جاهز. وكان كده بقى ايه، دي كانت اسرع فطار. ادي الكبسة بتاعتنا الجميلة اهي. احلى حاجة في الكبسة دي انها كلها بتتعمل في حلة واحدة يعني مفيش مواعين، هو في نفس المكان كله مع بعض. وادي البابا غنوج، وعملنا كمان سلطة طماطم جنبيها، وبقيت عندنا أكلة متكاملة. وعملت كمان بطاطس محمرة الولاد بيحبوها. بس وهنا الفطار بتاعنا خلص. شكرا، اشوفكم على خير ان شاء الله.